كلنا سمعنا عن السلاملك والحرملك جوه القصور الملكية، بس حد فينا عرف شكل السلاملك والحرملك وإيه اللي كان بيتعمل فيه جوه القصور الملكية؟ وكان مين سكان السلاملك والحرملك؟ حد يعرف حياة القصور من الداخل كانت عاملة إيه؟ الناس دي كانت عايشة إزاي؟ الناس دي كانت بتمارس حياتها الطبيعية إزاي؟ عايزين تعرفوا كل ده؟ يلا بينا ونشوف سرايا الإقامة في قصر الأمير محمد علي. هتعرفوا كل ده لما تشوفوا الفيديو كله. أتمنى لكم مشاهدة جميلة إن شاء الله. نظري أنا وماشية في المكان، هذا المبنى الرائع حدوتة متكاملة من الجمال، شبابيك، مشربيات، المبنى نفسه أكثر من رائع وأكثر من جميل. أنا طبعا لازم أسأل المختص الأستاذ محمد وأقول له قول لي إيه هو المبنى ده يا أستاذ محمد، ونعرف الناس دي ورجعنا لعهد المشربيات والبيوت القديمة بتاعت زمان وبيوت الهواني بتاعت زمان. فقول لنا حضرتك كده المبنى ده إيه؟ دي سرايا الإقامة وفن العمارة الإسلامية هنلاقيها موجودة، وبتجمع مجموعة من الطرز الإسلامية اللي احنا قلنا عليها. الأمير محمد علي جمع كل طرز العمارة الإسلامية داخل قصره، والدليل على ذلك إن هو سنة 1945 صاب وصية إن القصر بتاعه يبقى متحف للمصريين ويتفتح للدارسين. طبعا سرايا الإقامة ده المكان اللي كان خاص بالأمير، ودي يعتبر من أقدم الأبنية الموجودة في القصر. حضرتك ثواني، لما وصى الأمير محمد علي بأن هذا القصر اللي حط فيه كل ما هو غالي ونفيس وقال لك ده يبقى متحف مفتوح، قد ايه الناس دي عظيمه، قد ايه الناس دي جميله، قد ايه هو طبق مبدأ الإيثار وقال لك انا هستمتع لوحدي بهذا المكان. ليه؟ ده لازم الناس كلها تيجي وتستقي خبره. وطبعا انا بقولها اكتر من مره لما بقعد في مكان جميل اثري فيه تراث وفيه شياكه بهذا الشكل، ده طلبة فنون جميله، طلبة هندسه معماري، بيجوا طبعا بياخدوا تريننج عملي في هذه الاماكن ويشوفوا قد ايه اجدادنا وقدمائنا كانوا عظماء في رسالتهم لينا بكل الابداع وبكل اللي قدموه لنا من جمال وروعه وشياكه. وده ما كانش منتشر في قصور الأسرة العلوية. بنى مسجد وعمل للمسجد باب بيفتح على شارع السرايا، كان بيتفتح يوم الجمعة للمواطنين، كانوا بيخشوا يصلوا مع الأمير محمد علي صلاة الجمعة. واللي على تمسكهم بالدين، تمسكهم بالدين وحفظهم الشريعة. وغير كده كان اللي عنده مظلمة بعد صلاة الجمعة بيقعد معاه ويحل له المظلمة بتاعته. احنا قعدنا فترة سنوات طويلة على فكرة، كان كبير القوم أو كبير الناحية أو كبير البلد اللي عنده مظلمة بيحلها له. يمكن فترة على ما أعتقد الصعيد ووجه بحري ما زال محتفظ لحد دلوقتي شغالين بيها، اللي هي الجلسات العرفية. الجلسات العرفية لحد دلوقتي شغالين بيها، ما زال محتفظين بده. يبقى عرفنا احنا مصدرها ايه. واللي يقدر حضرتك طبعا هنلاقي طبعا زمن الامير محمد علي. السلم ده رخام. زمن الامير محمد علي جمع كل طرز العمارة الإسلامية. لا ده عمل حاجة كمان جميلة جدا، جمع الخط العربي بجميع انواعه واشكاله، سواء بقى الخط الكوفي بجميع انواعه، خط الكوفي المول، خط الكوفي المربع، الخط الكوفي المضفر، خط الثلث، خط النسخ، عشان تبقى مدرسه جامعه للخطوط العربيه. فهو ما جمعش طرز عماره اسلاميه بس، ده جمع طرز عماره اسلاميه وجمع الخط العربي. وده اللي احنا دايما بنحاول نظهره للجمهور من خلال المعارض المؤقته اللي احنا بنعملها. احنا كنا عاملين معرض قبل كده، وفي معرض ان شاء الله هيتعمل في خلال الاسبوع اللي جاي. يا ريت تعمل الخط العربي عنه بقى عشان الناس اللي حابه الخط العربي او عندها شغف بالخط العربي يجوا يحضروا. وهنطلع قطع ان شاء الله. الافتتاح هيبقى من يوم 5. يتواصلوا مع صفحه المتحف، ان شاء الله صفحه المتحف، يتواصلوا ويعرفوا كل جديد عن المتحف مع الاستاذ محمد، وصفحه الويب سايت بتاعت المتحف هيتم لكم كل جديد. وهيضم المعرض مجموعه من المقتنيات الخاصه بالامير محمد علي اللي عليها الخط العربي. هنلاقي هنا طبعا اول ما تخشي سرايا الإقامة في لوحه بالخط الكوفي المربع، انشئ هذا القصر دولة البرنس محمد علي باشا في سنة 1321 هجري. ده خط كوفي مربع. شفت جمال الخط؟ ودي على رخام. الله.
دي تابلو. ده تابلو. اللوحه الانشائيه لسرايا الاقامه. هنطلع طبعا من خلال انا عايزه قبل ما نطلع اوري الفيو بتاع قصر الاقامه. احنا طالعين اوري الناس الفيو وهو على كل هذه المساحه من الخضره والجمال. قد ايه عيني استمتعت النهارده بروعه المكان وجماله والخضره والشياكه. شوفوا البرجوله هنا وهنا وهنا. شوفوا منظر الخضره، شوفوا منظر الحديقه. لما حد يقعد في بيت زي كده وقدامه هذا الكم من الخضره، قد ايه ده ممتع للعين، قد ايه ده صحي جدا جدا للحياه النفسيه بتاعتنا والحياه البدنيه. قد ايه لما الواحد بيصحى كل يوم يشوف هذا الجمال وهذا المنظر بيبقى قد ايه سعيد وقد ايه مبسوط. فانا بدعوكم للمره المليون، بقول لكم بجد تعالوا، هذا المكان اكثر من رائع. ويلا بينا يا استاذ محمد، اتفضل على سرايا الاقامه ونشوف مين اللي كان في سرايا الاقامه هنا. السلام عليكم. طبعا الباب، قول لنا بقى، الباب ده مطعم بالصدف؟ لا بص يا فندم، الباب ده من خشب عزيزي مصفح بالنحاس ومطعم بالذهب والفضه. الله. وفي بقى حاجه جميله جدا موجوده في الباب. هنلاقي هنا ادي الطبق النجمي بيتوسطه شغل مصر. الله الله. حضرتك قرب عليها بالكاميرا. شغل دي مصر اللي كان بنطرق بيها الباب. نطرق بيها الباب، وممكن واللي كان منتشر في البيوت الاسلاميه هتلاقي فيه اثنين زي ديت، واحده كبيره وواحده صغيره. لو الخطه بالكبيره يبقى الموجود على الباب رابع، لو الصغيره يبقى الموجود على الباب 6. الله، قد ايه الناس دي كانت بتفهم في الذوق وفي الاتيكيت وكانوا فعلا يعني ما درسوش اتيكيت وما درسوش ذوق قوي، لكن هم حياتهم كلها كانت ذوق وكانت اتيكيت وكانت احترام. المكان اكثر من رائع. لا شوفي كمان ده جمال القاعه بقى اللي موجوده في القاعه. دي قاعده النافوره قلت عليها الاسم نسبه الى النافوره اللي هي بتتوسط الباب. دي رخام يا استاذ؟ رخام الابسطه كمان. الابسطه تلاقيه شفاف. طبعا بترتفع بمستوى الطبقين وبتنتهي بشخشيخه. هنلاقي على الجدار الجنوبي في لوحه زيتيه لمحمد علي باشا الكبير، مؤسس الاسره العلويه. الامير محمد علي حط صوره مؤسس الاسره اللي هو محمد علي. هنلاقي طبعا الجدران الجزء السفلي معمول بالرخام واخد شكل اشكال هندسيه. الجزء اللي فوق هنلاقي فيه اشامي، والاشامي ده مصنع. مشكاه الاسلامي طبعا دي معروفه في كل البيوت الاسلاميه، موجوده في كل البيوت الاسلاميه. فنفس المشكاه بكل انواعها جميله قوي، شكلها تحفه. النقوش اللي موجوده على الجداريات بتاعه القاعه خطيره رائعه. دي سيراميك دي ولا ايه؟ ده اشامي. ده معمول في مدينه اسمها مدينه قصر في اسطنبول. وهو معمول في السيسه من القصر. هنلاقي فيه كمان كل طرز العناصر الجغرافيه المميزه للفن العثماني، سواء زهره الله او كف السبع او الورقه المسننه. هنلاقي كمان زي ما قلت لحضرتك واحنا داخلين القاعه الامير محمد علي اهتم بالخط العربي. هنلاقي السور الفاتحه في العقد اللي موجود ده. هنلاقي فيه عبارات. فعلا الفتحه انا ما خدتش بالي منها الا لما حضرتك قلت لي الفتحه كامله في باب القاعه. هنلاقي ادي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لحد نهايه السوره. هنلاقي كل باب حضرتك هتخش عليه هتلاقي فيه يا اما ايه قرانيه يا اما عباره دعائيه. هنلاقي هنا الله خير وحافظه. نطلع من الجزئيه دي، الكراسي دي وده ايه يا استاذ محمد؟ كان بيقعد عليها مين او ده ضيوف؟ ده كان الضيوف اللي كانت بتيجي الامير محمد علي. هو كان هنلاقي هنا بيفتح من بهو النافوره. هنلاقي فيه حجره الطعام. هنلاقي فيه صالون قصر الاقامه ده كان زوجاته وولاده موجودين. الامير محمد علي ما كانش ليه اولاد. الامير محمد علي اللي احنا ما قلناهوش عليه ان هو كان زي ما هو كان فنان ومثقف، فكان له تربيه الخيول العربيه ذات الانساب العربيه. فهو كان واقع مع الحصان وهو صغير فعملت له عرض فما خلفش ما انجبش. بس طبعا كان كان زوجته معاه موجوده في القصر، وكان حجرات النوم كانت موجوده طبعا. تمام. فوق هنلاقي يعني طبعا في حرام لك وفي سلام لك في هذا القصر. كل حاجه. هنلاقي طبعا هنا حجره الطعام زي ما احنا شايفينها. يلا بينا نخش على حجره الطعام ونشوف الناس دي كانت بيقدر ليها الاكل ازاي. على شمال حجره الطعام هنلاقي في ساعه بنات
مؤرخه في القرن ال 18، الله. صناعه انجلترا. اكيد اهداء طبعا. طبعا دي جايه له اهداء. هنلاقي طبعا ادي عرض الطعام. واللي يمدح حضرتك هنا ان احنا عندنا هنا 53 سقف مختلفين عن بعض. يعني السقف ده معمول على شكل جذوع النخل او البراطيم الخشبيه، اللي هو اول ما الرسول صلى الله عليه وسلم بنى المسجد عرش المسجد بتاعه بجذوع النخل. هنلاقي فيه هنا ايات قرانيه بتدل على مضمون الحجره اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، ويطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق وكاس من معين. وهنلاقي طبعا في مجموعه من الفضيات. لا ده احنا عايزين نوري الناس اللي هنا اهو، اللي هون النحاس. طبعا بصي كل حاجه بقى هنا يعني ده ايه بصي مجموعه طبعا من الاواني اللي استخدمت طبعا في الطهي في الطهي. هنلاقي طبعا الكراسي حضرتك، الكراسي تحس ان هي واطيه شويه. الامير محمد علي كان طوله 155 سم. الترابيزه دي كانت بتتفتح، كانت بتضم الكراسي اللي موجوده حواليها. شوفي بقى جمال العقود، العقد المدبب. هنلاقي شوفي الشبابيك عامله ازاي، شوفي شغل الارابيسك، شوفي شغل القيمه اللي موجود في الخشب، شوفي فن الصناعه، شوفي كميه الزخارف. شغل الارابيسك كمان يعني كانوا متميزين بيه جدا. لا شوفي الباب. طبعا شغل التصفيح بالنسبه للباب، ادي مصفح اهو. وبرضه المطرقه على باب غرفه الطعام. برضه المطرقه على غرفه الطعام. طبعا اللي يخش طبعا لازم يستأذن قبل ما يخش. هنتنقل من هنا على صالون الصدف، واطلق عليه هذا الاسم لان كل المقتنيات الموجوده فيه مطعمه بالصدف. في مجموعه من اللوحات، هنلاقي فيه لوحه زيتيه للجندي اللي فر من مذبحه القلعه اللي كان عاملها محمد علي باشا الكبير، يقال ان هو مراد بيه. هنلاقي فيه صورتين تاني لمحمد علي، مراحل عمريه مختلفه. هنلاقي فيه صوره لسليمان الحلبي اللي قتل كليبر. خدي بالك بقى من جمال الاسقف، الكرفان بالتغيير. استاذ محمد كله من الصدف. من الصدف. لا شوفي السقف بقى، احنا شفنا السقف هناك براطيم خشبيه، شوفي السقف هنا واخد شكل ايه. حلو قوي. المشكاه كمان، كل مشكاه شكلها مختلف عن الثانيه. والمشكوات وطرق الاضاءه والقعده اللي جوه دي كمان حلوه قوي قوي. وبعدين في كمان القعده اللي حضرتك شايفاها ديت هنلاقي فيها كتابات فيها عبارات ترحيب بالزائرين. الله. هنا طبعا في حجره المدفأة. المدفأة ديت من خشب الصندر، اما كانت بتشتغل كانت بتدي ريحه عطره طبعا للمكان كله. يبقى الجو برد او في الشتاء طبعا كانوا بيقعدوا فيها، فمهيئه للدفء. حلو قوي. بص برضو السقف بتاعها مختلف عن السقف التاني، كل ما كانت مش تلاقي السقف مختلف. وعاجبني قوي شكل السيراميك اللي في الحوائط، النقوش الإشاني دي الإشاني ده. ما دي بقى الزخارف، دي الزخارف العثمانيه المميزه للفن العثماني. بنقول السيراميك عشان احنا ما حضرناش الإشاني قوي يا استاذ محمد. الإشاني طبعا ده طبعا ده يعتبر إشاني. الالوان كمان، الالوان اجمل حاجه، الالوان زاهيه. طبعا الالوان بتاعته كلها زاهيه، وخدي حتى شكل الزخارف نفسها. لا انا مستغربه الالوان دي على مر السنوات دي كلها ازاي ما زالت موجوده بهذا الشكل. فن الصناعه وكل فن الصناعه. وكل لون احمر. خدي بالك ان الاشاني ده بيخش 5-6 مراحل في التصنيع. حلو قوي قوي قوي. وده باب بقى من الغرفه. باب برضه معمول له عقد مدبب زي ما احنا شايفين، وده باب خاص بالمدفأة. هنلاقي طبعا الحاجه الوحيده اللي هنا طبعا انت حضرتك عارفه طبعا ان كسوه الكعبه كانت بتصنع في مصر لحد عهد جمال عبد الناصر. المحمل اخر كسوه طلعت من مصر في عهد جمال عبد الناصر. الكسوه القديمه كانت بترجع مصر تاني وتتقطع وبتتوزع على كبار رجال الدوله والمصريين اللي كانوا بيحجوا في نفس الموسم اللي هو فيه تغيير كسوه الكعبه. هنلاقي فيه هنا كسوه للكعبه، جزء من كسوه الكعبه، وعندنا هنا مجموعه كبيره جدا من كسوه الكعبه. جميل قوي قوي. هنخش بعد كده يوعد الناس كلها بزيارتها ان شاء الله. هنخش بعد كده على الشكمه، والشكمه دي كلمه تركيه بتطلق على الجزء البارز من المبنى. يعني انا عندي المبنى واخد شكل مربع، ده جزء بارز. بيحبوا يشربوا الشاي بقى يقعدوا في الاوضه دي او في المكان ده. في المكان ده. اللي احنا مسميينها بقى الليفنج روم او سلم روعه. كل الروائع اللي انا شايفاها وبملي عيني منها دي حاجه في منتهى الرقي وفي منتهى الشياكه وفي منتهى الروعه بجد. يعني اللي عايز ياخد غذاء لروحه وغذاء
لنفسه. النفسيه بجد قد ايه بترتاح في المكان ده، بتحس ان انت قاعد مع الناس دي، بتحس انك بتشوفهم وشايفينك. روحهم اللي انا عايزه اقوله لكم، روحهم ما زالت موجوده في هذا المكان. وانا بكلمك فعلا بجد يا استاذ محمد، انا بستنشق عبق هذا المكان، لان حاسه روحهم حوالينا ومعانا، ومبسوطه وسعيده ان احنا بنحقق لهم وصيتهم ورغبتهم في ان احنا نيجي ونعمل تور او نشوف هذا المكان الجميل اللي هم فتحوه لاهل مصر وللعالم كله. هنخش بعد كده طبعا على الشكمه، والشكمه هنلاقي فيها نموذج لمدفأة معمول على طراز المآذن. يعني ايه شكمه برضه باللغه العربيه؟ الشكمه دي كلمه تركيه بتطلق على الجزء البارز من المبنى. تمام. واخد بالك؟ هنلاقي طبعا فيها مجموعه من الارائك، هنلاقي فيها طبعا الاشاني، في بلاطات اشاني مكتوب عليها اسم الخلفاء الراشدين، هنلاقي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، وشايفه ايات قرانيه وايات قرانيه طبعا في كل واسمه محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كل القاعات، لفظ الجلاله اهو كمان، كل القاعات هتلاقي فيها ايات قرانيه وفي لفظ الجلاله وفي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنلاقي طبعا المدفأة واخده طراز المآذن العثمانيه اللي هي بتنتهي زي قلم الرصاص زي ما احنا شايفينها كده. هنلاقي طبعا مجموعه من المقتنيات الخاصه بالامير محمد علي، سواء اللي هو ورثها عن الاسره او اللي هو كان مخصص لها ناس كانوا بيجمعوا له القطع الاثريه اللي موجوده في البيوت الاثريه المهدمه. واجمل حاجه لافته نظري حفاظ الناس دي على هويتها الثقافيه والدينيه. يعني هم طول الوقت في حجره الطعام حاطين ايات قرانيه ولفظ الجلاله واسم الانبياء وكمان الخلفاء الراشدين. معنى ذلك ان الناس دي طول الوقت كانت عايشه في نفحات جميله جدا جدا جدا، وعايشه طول الوقت بتطلب من ربنا ان ربنا يرضى عنها. فيا ريت احنا نكون جزء من هؤلاء البشر، او نكون خدنا حاجه حلوه فعلا او ميزه حلوه منهم. دي غرفه تانية هيجي الاستاذ محمد دلوقتي بقى يقول لنا دي غرفه ايه. الجمال والروعه. وشوفوا المرايه ماشي، خليه يجيب بكره. جميله قوي قوي قوي. شكل الكراسي كلها ارابيسك بالصدف. ايه المرايات وايه الشياكه وايه الجمال ده يا استاذ محمد اللي حضرتك استحطنا فيه النهارده. حضرتك خدتنا كده وانتشلتنا من واقع بره مليء كده بالصخب والتلوث، وانتشلتنا وجبتنا في مكان بيعم بالبهجه والفرحه والثقافه والرقي والشياكه. قول لنا بقى احنا ايه هو ده حضرتك بس هو ده تراث مصر اللي احنا دايما محافظين عليه، وما خلينا ان شاء الله دايما في اقبال شديد من الزوار. يعني هنا طبعا في حجره بهو المرايا، وبرضه بترتفع بمستوى الطبقين وبتنتهي بشخشيخه. هنلاقي من فوق في مجموعه من الفازات ديت برسم الامير محمد علي بايديه، كل فازه تختلف عن الثانيه سواء في الفازه او في زهره من الزهور الموجوده بيعلوها في الشيك كتابي. دي صوره الملك كامله. انا عايزه اسال، هي الغرفه دي ايه بقى يا استاذ؟ ده بهو المرايا، وده كان مخصص لاقامه الحفلات والاناشيد الدينيه الخاصه بالامير محمد علي. هنلاقي فيه مجموعه من الصور، دي سلاطين الدوله العثمانيه اللي حكموا الدوله التركيه. ده تمثال الخديوي اسماعيل اللي هو جد الامير محمد علي. خديوي اسماعيل. والغرفه الصغيره دي، الغرفه الصغيره دي كانت خاصه بالحوارات الشخصيه، يعني انت في حفله وهو يخش يقول يتكلم يعني مع مثلا لو جايبين مغني او مطرب او قارئ قران او كده بيستريح بقى يغير هدومه تمام ويظهر لهم. والمرايات دي كانت بتعكس، كان الحريم بتقعد فوق كانوا بيشاهدوا اللي بيدور في الحفله. الحرم من فوق. من فوق. هنلاقي طبعا بعد كده هنلاقي في مكتب ومكتبه الامير. ده في مجموعه كبيره من الكتب سواء في علم النباتات او في علم تربيه الخيول العربيه او في العلوم الاخرى. طبعا زي ما احنا شايفين برضو السقف بتاعها واخد شكل براطيم الخشبيه او جذوع النخل. الثقافه كلها يعني دمجها في هذا المكان. كل الثقافه اللي بيمتلكها هذا الامير حطها في هذا المكان او عمل هذا المكان بكل الثقافه. عشان كده اللوحه الانشائيه اللي موجوده حضرتك بره على الباب من بره احياء للفنون الاسلاميه واجلالا لها. صحيح هو فعلا عمل كده.
والمرايه اللي جايبها دي جايه منين او جايبها منين؟ هل دي كانت من مصر ولا جايبها من بره ولا شكلها تحفه يعني؟ لا طبعا، هي المرايه دي طبعا كل الحاجات دي اكيد اغلبها بيبقى جاي من بره. جاي من بره. من بره، زي الاشاني، زي الرخام. الكرسي ده كان بيقعد عليه طبعا الضيوف الشخصيه المحوريه اللي سواء بقى هنقول المنشد، هنقول القارئ، هنقول الصوره دي الصوره دي طبعا لمحمد علي اللي هو صاحب القصر، بالملابس الرسميه. تعالوا نوري الناس بقى شكل الامير محمد علي. نشوف شكله من هنا. ماشي. ايوه قربها كده. لما توفى كان سنه قد ايه؟ 80 سنه. 80 سنه. ما هو اتولد 1875 وتوفى 1955. يعني عاش عمر كويس الحمد لله. طبعا. انا سمعت من حضرتك برضو ان هو طلب قبل ما يموت ان ده يدفن في مصر. طب هو ليه خرج من مصر وكان عايش فين وقال ليه كده؟ بص يا فندم، الامير محمد علي صاب وسيلتين. طبعا انت عارف الاسره العلويه بعد ثوره 52 كلهم مشوا. الامير محمد علي راح سويسرا وقضى بقيه عمره هناك، بس هو كان سايب وصيتين. الوصيه الاولى ان القصر بتاعه يبقى متحف للمصريين ويتفتح للدارسين، وده ان القيادات السياسيه اللي موجوده واللي كانت موجوده قبلها نفذت الوصيه، وان هو برضه يتفتح للدارسين، وده اللي احنا شغالين عليه لحد الان. الوصيه الثانيه ان هو اما يموت يدفن في ثرى ارض مصر. ان دل على شيء يدل على قد الناس دي قد ايه كانت محبه للوطن وكان عندها ولاء وانتماء لمصر غير عادي. لما حد يطلب انه يدفن في ارض وطنه ورغم ان هو عاش فتره طويله من عمره بره مصر، فده في حد ذاتها قيمه كبيره قوي 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 قوي. احنا مش عارفه بجد اقول ايه عن الناس دي، اقول ايه عن جمال مشاعرها، اقول ايه عن احساسهم، اقول ايه عن ثقافتهم، اقول ايه عن الجمال الرباني اللي بيتمتعوا بيه او اللي ربنا حباهم بيه. نكمل جولتنا. احنا كده خلصنا هنا.